مساء الخير. دلوقتي انت المفروض لسه جاي من امتحان القرآن والحديث، فأول حاجة كده طمنا انت عملت ايه في الامتحان في الكومنتات تحت، والامتحان كان سهل ولا صعب، وجيب نفس طريقة الامتحان التجريبي ولا لا. دلوقتي أول مادة اللي جاية على طول الرياضة البحتة، تفاضل وتكامل وجبر وهندسة. فاضل عليهم بالظبط حوالي يومين ونص، ده باعتبار انك هتنام بالليل عادي جدا. يعني عايز تطبق طبق في الأيام اللي هي قبل الامتحان، انما ليلة الامتحان نفسها لا، ما تطبقش، نام كويس. فأول حاجة كده بعد طبعا ما تطمنا في الكومنتات انت عملت ايه في امتحان القرآن والحديث، هتقسم الرياضة البحتة لتفاضل وتكامل وجبر وهندسة، يعني كل فرع لوحده. الامتحان ايوه هيبقى الاثنين مع بعض، بس انت قسمهم كده. يعني مثلا ممكن تاخد الفرع ده في يوم والفرع الثاني في يوم، او الصح او اللي المفروض تعمله هو انك تكمل النهارده مثلا تفاضل وتكامل او جبر وهندسه على حسب الاسهل ليك. يعني الاسهل ابدا بيه النهارده، والاصعب خليه لبكره، واليوم الثالث او اليوم الاخير اللي هو قبل الامتحان على طول ده خليه للشوامل بس. تركز على ايه في الماده؟ اهم حاجه تركز عليها هي القوانين والاسئله بتاعه كتاب المعهد او كتاب المرشد المتكرره. يعني لو انت بتحل كده ولقيت في سؤال اتكرر كتير قدامك حتى لو باختلاف الارقام يعني، بس هي نفس الفكره، فده مهم جدا وغالبا هيجي لك في الامتحان. تحل كام شامل؟ اقل حاجه 10 امتحانات شامله، ده اقل حاجه. طبيعي جدا هتعرف تزود عن كده، بس انا بقول لك اقل حاجه، ده في اضيق الامور يعني. بس لو هتحل 10 بس خليهم 10 امتحانات ورا بعض، يعني ما تقعدش تتنطط بين امتحان والتاني، فاهمني؟ وبنسبة 99.9% الامتحان مش هيطلع من امتحانات السنين اللي فاتت، او بمعنى اصح كتاب المعهد، لانها جايه من كتاب المعهد اصلا. هتسمع مين بقى في ليالي الامتحان؟ طيب بعد ما منتجت الفيديو وخلصته، عرفت ان مستر هندسه هينزل محتوى او مراجعه ليالي الامتحان كلها مجانا عادي لاي حد. فاللي هيحصل كالاتي: المحتوى بكل بساطه هينزل لك بالتوالي النهارده وبكره. فاللي هينزل لك النهارده هيبقى عباره عن فيديو شرح او مراجعه للجبر كله، وفيديو للهندسه الفراغيه كلها، وفيديو للتكامل كله. ده كده المحتوى اللي هينزل لك النهارده اللي هو الخميس. اما بقى اللي هينزل لك بكره، فهينزل لك اول حاجه فيديو مراجعه للتفاضل كلها في حوالي 4 ساعات لانها طويله شويه، وفيديو تاني لحل الاسئله التجريبيه كلها واسئله امتحانات السنين السابقه والقوانين كلها. يعني برضو الفيديو ده ممكن يدخل له في حوالي 4 ساعات، وده كان بالنسبه للي هينزل لك بكره. يعني بكل بساطه انت مش محتاج غير ورقه وقلم، وهتكتب الحاجات المهمه اللي اتذكرت في الفيديوهات او تعلم عليها من الكتاب اللي انت بتذاكر منه من اول السنه عادي. وطبيعي هتزود سرعه الفيديوهات على قد ما تقدر علشان تنجز، واكيد مش هتحتاج حاجه غير كده، غير بس الامتحانات اللي انت تحلها مع نفسك بعد ما تخلص المراجعه دي كلها. وزي ما قلت لك في الفيديو، حاول تحل اقل حاجه 10 امتحانات. وده اللي انا كنت عاوز اقوله لك قبل ما اسيبك تكمل الفيديو. بس انت مش محتاج حاجه غير كده في الرياضه. من حقك تلاقي لينك قناه التليجرام بتاعتنا تحت في وصف الفيديو، فما تنساش تدخلها. ويا ريت برضه تشير الفيديو ده لاصحابك، تعمل لايك للفيديو عشان يظهر لكل طلاب الثانويه الازهريه. وده كان حرفيا كل ما يخص ليالي امتحان الرياضه التطبيقيه. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.